سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل من يدي وأنا أردد وأقول: لقد سقط يا شهيد، لقد سقط غصن الزيتون. سلامكم صار استسلام، وحجرنا صار بندقية، ومعاقل ذلك الطفل الصغير صار صاروخا. لمن يدعي أن موازين القوة ليست متكافئة، أقول اليوم: السكين صار يرعب الرشاش، سكين ذلك الطفل الصغير أصبح يرعب ذلك الجند الإسرائيلي الخائن الصهيوني. فتحية لذلك الطفل الصغير. وسط غضب المقاومة تسمعه في صافرات إنذار، في صافرات إنذار ذلك العدو الخائن الصهيوني. نعله الله. لمن رضي بالتقسيم نقول: إما الأرض وكل الأرض أو لا، إما الأرض وكل الأرض أو المقاومة جيلا بعد جيل. وستظل هذه المقاومة إلى أن يحرر الأقصى، وإن شاء الله سنصلي في الأقصى. فلسطين كل وليست جزء، كل فلسطين لنا، ولن نرضى إلا بفلسطين كلها. لمن يقول لي ولمن يسخر ويضحك الآن: أنتم أو سواكم، ويقول: ما دخلك في فلسطين وما نحن من فلسطين، وهل أنتم ستحررون فلسطين؟ فقط كلمة منكم أو حتى ابتسامة لتلك الفلسطينية المقاومة أو ذاك الشهيد الصغير أو دعاء منكم هو قد يكون بالنسبة لهم أجمل شيء، أجمل حتى من المقاومة إلى آخره. أقول: فلسطين لأهلها ونحن لأهلها، نحن أهل لفلسطين. ذلك المكان الآن يدنس من قبل إسرائيل، من قبل الصهاينة، ومن قبل لعنهم الله بني صهيون. أقف هنا وأصرخ: ليست نجدة لأهلنا في فلسطين، وإنما نقف وقفة إيقاظ لضمائرنا التي ماتت، لضمائركم التي ماتت. فلسطين يا عالم ليست قضية شعب أو وطن، إنها قضية الإنسان، قضية ضمائركم، قضية الإنسانية. أقف هنا والظمأ يصلني حينما أرى صهيونا يعدم فتاة بالسادسة من عمرها، يعدم فتاة بالسادسة من عمرها ببرودة دم، وأم ترملت، وأب سحقا لتخاذلكم. ألا نامت أعين الجبناء؟ ألا يعلم هؤلاء
الذين يتولون الكراسي كل سياسي كذاب، وكل من يتولى كرسي أو منصب يعني رئيس الدولة تونسي وأولئك بالخليج الجبناء، وكلكم جبناء، وكل من يسخر من فلسطين وهو جبان، وكل من يضحك على القضية وهو أحمق وهو شيطان أخرس. وتبا لكل من يضحك عن القضية، أنتم أو أولئكم الذين يتولون المناصب ويسكنونها بيوتا كلها ذهب بالخليج من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كلكم جبناء. وتحيا القدس، تحيا فلسطين، تحيا غزة، والمجد الأقصى. أرى أن أغلبكم يبتسم ويضحك، فلماذا تضحك يا زميلي؟ أتضحك لأن تلك المرابطة في المسجد الأقصى تدافع عنك، أم تضحك لأن زميلتك هنا قد تبعثر صوتها لأنها لا تستطيع أن تقول كلمتين، لأننا لم نستطع أن نقدم للقضية الفلسطينية سوى بعض الصور وسوى بعض التبرعات التي تصلهم، لم نستطع أن نقدم للقضية الفلسطينية نعم، والحمد لله أننا منذ صغر سننا تعلمنا بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأم، وأن لا فرق بين الديار التونسية وديارنا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. سأقول كما قال هشام الجسر: دعوني، أعطوني عاما تقريبا لأجيد اللغة العبرية، لأن الجاري في وطني أخجلني صدقا أن أكتب شعرا بالعربية. نعم، أعطونا عاما تقريبا كي نجيد اللغة العبرية، لأن ما يحصل في أوطاننا يخجل أن نكتب بالشعر، يخجل أن نكتب باللغة العربية. أرى أن أغلبكم يضحك، ولكن سيأتي اليوم وتعرفون فيه ما معنى قيمة تلك المرابطات في المسجد الأقصى، أولئك الذين يدافعون عن شرف أمة ضاع رجالها وضاع نساؤها. فقد أريد أن أذكركم ماذا فعل الشعب الجزائري الشقيق، وهنا تحية إلى الشعب الجزائري الشقيق. الجزائر في العدوان الذي وقع على قطاع غزة سنة 14 بعد 2000، الشعب الجزائري الشقيق قام بمقاطعة أكبر منتوج عالمي للكيان الصهيوني وهو منتوج الكوكاكولا. وهنا أغلبكم يتساءل: إذا قطعت منتوج الكوكاكولا ماذا سيحصل في فلسطين؟ نعم، كل شركات الكوكاكولا في الجزائر قد سجلت إفلاسها، وهنا والشعب الجزائري سيبقى تاجا على كل الرؤوس. وهو الشعب الجزائري في حرب 2014 على الكيان الصهيوني على قطاع غزة قام بمقاطعة منتوجات الكوكاكولا، وقد سجلت منتوجات كوكاكولا إفلاسها، في حين أنني أخجل عندما أرى تونسيا يحتسي بيتزا في شوارع تونس. أريد أن أقول تحية إلى المرابطات في المسجد الأقصى، وإما الأرض كل الأرض أو النار جيلا بعد جيل، فلسطين ستحرر نفسها بنفسها ولا تستحق إلى أناس عندما يتكلم شخص يضحكون عليه. وشكرا وأسفون على الإزعاج. أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه، وأعلم أنني قدرا سألقاه سألقاه. وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي ونصيرتي وأموالي، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحان نغني بيننا مثلا: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. وكنا نسجم العربية ممشوقا بآلته، له صدر تصد الريح السعوي مهابا في عباءته. وكنا محض أطفال تحركنا باسم ونسرح في
بشاطئ البحرين في ليبيا وأزرع التمر من بغداد. وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحان نغني بيننا مثلا بلاد العرب أوطاني. وكنا محض أطفال تحركنا رغبتنا ونسرح الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حدودنا كانت. وحين كبرت لم أبحر ولم آخر أو قطر جواز غير مختوم على الشباك. كبرت أنا وهذا الطفل في تحاربنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم يا حكام أمتنا. سأبحر عندما أكبر. أنا العربي لا أخجل، ولدت في تونس الخضراء من أصل عماني، وعمري زاد عن 1000 وأمي لم تزل تحمل. أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني، مسيحي وسني وكردي ودرزي وشيعي وعلوي. أنا لا أحفظ الأسماء والحكام طرحا، تشددنا على يدكم وكل الناس نتشدد، فلنا بحقوقنا وكل الناس نتبدل. سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم. تقسمنا على يدكم ألا تفقد كل أيديكم. وسيعلن شعبنا العربية متحدة، فلا الجولان منقسم ولا لبنان محتل ولا القدس وحدها تداوي جرحها منفردة. وإذا صنعاء تشكونا فكل بلادنا يمن، ولكن إذا القدس تشكونا فكل بلادهم فقط هي الضفة الغربية وقطاع غزة. وشكرا. أمتي 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 أمتي، كيف نبكي على أمة كالصنم أغفلت ربها في مهاوي الظلم. قم بنا يا أخي سنزيل الهمم ونقول لهم نحن أمة الأمم، نحن أمة الأمم، نحن أمة الأمم. عاشت فلسطين حرة حرة مستقلة. المجد للأقصى، المجد للأقصى، ثم المجد للأقصى، رغما عن كل بني صهيون. إلى إدارة المعهد للتسابق الاتحاد العام التونسي للطلبة المنظمة النقابية الموجودة داخل هذا المعهد بأن تقود في هذا اليوم التحسيسي للقضية الفلسطينية. أقول شكرا لإدارة المعهد، شكرا لكم على حضوركم حتى وإن كان يعني هذا المكان الذي تتواجدون فيه يوميا. شكرا لمن الانتماء واستمع إلينا، وشكرا لمن ضحك، وشكرا لمن لم يستمع، شكرا للجميع. فقد أقول بأن هذا اليوم يوم الجمعة ستكون وقفة احتجاجية في ساحة الشل في ببحر، وهي مواصلة للاحتجاجات ولرفضنا لما يحصل، لرفضنا للعدوان الصهيوني المسلط على شعبنا في قطاع غزة. وفي ختام هذه الكلمة أريد أن أقول فقط للمرأة الفلسطينية كما يقال لها باللهجة الفلسطينية: دوسي عرقاب الأعادي وبالرباط تسياني، انت تاريخ وشهامة وقت المرجاني. دوسي عرقاب الأعادي في رباطك في مسجد الأقصى تزيني، لأنك انت كنت تاريخ وشهامة، في حين أن حكام الأمة لا يفعلون شيئا غير الالتقاء ببنيامين نتنياهو وقبول الدعوات وخوفا على كراسيهم. فأقول لهم إن كنتم أنتم خائفون على كراسيكم، فتلك الفتاة الفلسطينية المرابطة في المسجد الأقصى هي النصر وهي الشهادة. وشكرا للجميع.